السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال. حبايب قلبي فروح، وحشتوني. تعالوا كده فلوج جديد وخروجة جديدة في مكان جديد ما رحناش ليه بقالنا كده. مش هقولكم، الناس اللي متابعيني من زمان تخمن ما صورتلكوش في المكان ده بقالي قد ايه. الفيديو ان شاء الله عجبكم، حطوا لايك للفيديو، اعملوا كومنت، صلوا على النبي كده في بداية الفيديو. والناس اللي مش عامله اشتراك، لو الفيديو عجبكم للاخر ان شاء الله يعجبك يعني تعملوا اشتراك في القناه. انا جبت المناديل اللي قلنا بقى نغير جو وهنروح نشوي سمك ونعمل شاي على الفحم وكل ده في الارض، بما اننا ما رحناش بقالنا كتير. والشوايه الشنطه دي بقى كان فيها الاكل. هنا كنا خلاص بدأنا نتحرك، ولكن انا كنت حاسه ان في طبل في دماغي مش عارفه ليه. فعدينا الصيدليه، جبنا الاول مسكن وبعدين كملنا طريقنا. احنا نسيناه. وصلت العشق المفقوع بتاعتهم. تهقع على وشي يابا. وطبعا مفيش عربية، دعواتكم بقى ماشي اني ان شاء الله كده مش هقولكم المرة الجاية يعني ولا السنة الجاية، والله يا عالم لسه. دعولنا كده نجيب عربية ماشي نروح بيها. وهنا خدنا التوك توك من الراجل حكم اجباري رحنا بيه. كل ده طبعا كنا لسه في الطريق، لحد الان الطريق لسه فاضي ما فيهوش اي حاجة. وانا لا افقه اي اماكن من كل دي. حطوا اللايك مسكرين. بصوا هنا بقى كان في جنازة حد متوفي، كانوا لسه بيدفنوه كده. لأول مرة في حياتي اشوف الموقف ده. بصوا هنا وقتها كده تسترجع ذكرياتك، هل انا في يوم من الايام هكون هنا؟ اكيد، بس لسه قدامي قد ايه يا عالم. انا طرحتي باظت من غير ما نعمل اي حاجه في اي حاجه. جينا هنا عند بيت جدي، هنا ماشي. ليه بقى اقول وافشي السر؟ عشان كده جايبه بط وفراخ هنا، وماما جايه تحط لهم اكل عشان بدل تيتا ما تيجي هنا النهارده. بفشي اسراري بفشي اسرار العائله. بقول انزل الف الطرحه جوه في البيت، بعد ما اكسل انزل بطريقه على الشبشب عشان تبصوا رغم الشياكه والاناقه جيب شبشب. عشان انا مش هلبس قولوا معايا مش هلبس كوتشي، انا نمشي في الرمله اصلا. صور حلوين واعمل فيديوهات انزلها ستوريز، مش هنزل لكم حاجه. لسه هنروح الارض بقى. بعد ما خلصنا في بيت جدو كملنا طريقنا كده خلاص، بدأنا ندخل والاراضي كلها تبان حلو. هنا بقى كانوا بيتناقشوا، طبعا انا قافله الصوت كانوا بيتناقشوا في العنب، هل هو السنه دي هيبقى عامل ايه، والسنه اللي فاتت ما كانش كويس كل ده، وانا واخواتي قاعدين وبعدين كملوا كده. كنا خلاص دخلنا، وكالعادة والله العظيم ما فيش مرة بنيجي فيها الا ونلاقي مشكلة في الطريق. انا مش عارفة في ايه، دايما كالعادة كل ما نبقى جايين بنلاقي مشكلة في الطريق هنا مقفول او في رملة او فاتحين بيوصلوا مية. لازم كل مرة نلاقي حاجة جديدة. بس بصراحة اليوم ده كان تحفة، ياخد 1,000,000 من 10. تغيير نفسية وتغيير جو وتغيير حاجات كتيرة بجد. انا عن نفسي بحس بانبساط بالتغيير ده، لان انا بحب اجواء الزرع بصراحة. يا بخت اللي بيصحوا كده من النوم يلاقوا الزرع قدامهم. وهنا كمان حبيت استكشف ايه بقى اللي موجود في الارض ده. قالولي سمسم. هل انتوا كنتوا تتوقعوا؟ انا عن نفسي ما بعرفش اشكال الزرع. هنا السمسم حاطينه ينشف وبعدين هياخدوه مش عارفة هيحطوه في مكنة كده فاهمين انتوا؟ فهي الارض دي كلها ما شاء الله كانت سمسم. هنا كده بقى ده كان على يميني ارض الجيران وعلى شمالي كانت ارضنا. هوريها لكم طبعا، مصوره لكم فيديو ان شاء الله المره الجايه كده. يعني خلينا نقول للي يعيش رب ان بقالنا عمر واجل هنيجي في شهر 7 يكون في عنب عشان ناكل عنب بقى ان شاء الله. وتنفذوا الحفيرة دي. بصوا تعالى اخدكم جوله سريعه. انا مش هقدر امشي كل ده بس ايه
نتمشى كده يعني، ولا في اي عنب ولا في اي حاجة. طبعا لسه العنب بقى خلصان، هيبدأوا ايه يزرعوا غيره كل ده، وانا الأوز 10 كيلو ونص. برفع من روح نفسي المعنوية على الآخر يعني. الجو حلو، الشمس مش اللي هي مش الواحد ما يبقاش متقبلها، لا تقبلها عادي. طبعا لسه هنمشي، هناخد لنا لفة في كل ده، ما شاء الله اللهم بارك يعني، بس انا مفيش نفس دلوقتي. تمام، بس كده هيبدأوا بقى هما ايه، مش عارف كنت عارفة اجيبهم، هيبدأوا يشوفوا السمك. اهو حرقت لكم احنا هناكل ايه دلوقتي. هنا بقى كنا في محاولات اشعال الفحم. تمام يا عم الحاج، يهديك يرضيك، لقد اتعبنا وارهقنا على ما الفحم ولع، بس كان السمك يستاهل. هتكفي. بصوا ده رز بصل، شايفين؟ غطيه بقى، غطيه خالص. بصوا هما هنا بقى ايه بيفرشوا الاكل وهيجهزوا هنا، ماشي بيفرشوا هما هنا الاكل. تعالوا بقى اوريكم السمك. عايز بقى دبوس من امبارح، دبوس وتفعوش. وطبعا في مشويات هنا. بسملة كانت ايه بتجهز الطحينة، يعني في مشويات يبقى في طحينة، وانا واحدة ما تفهموليش طبع يعني، انا هاكل في سمك مشوي هاكل طحينة، في فراخ مشوية هاكل طحينة، كفتة هاكل طحينة، غير كده لا بحبهاش. هنا بقى احط مخلل وشيبسي وسلطة وكل ده. ماشي بسملة هنا كانت بتجهز شيبسي، ورنا تقول لي حطي لي هنا شوية، وفي الاخر ما كانتش مني عيني عشان كان حراق ولسانها عندها. وتعالوا هنا بقى شوفوا لي الجمال والحلويات، واكادوا من تلك الجمال اذوب. انا ما كنتش مستنيه ماما تجهز الرز وبدات اصور. بصوا يا جماعه، ربنا يا رب يدوم لمتنا دي وبألف هنا على قلبنا. هنا بقى كنا خلاص كلنا، وطبعا نزلت قعدت معاهم على الارض عشان نعرف ناكل، وانا في طبيعتي ما بعرفش اقعد على الارض اصلا. ماشي كنا خلاص خلصنا ورجعنا قعدنا تاني، كنت بوريكم الشاي وهو على الفحم. وهنا بقى انا كنت بحط المية دي علشان اعمل نسكافيه، الشاي مش هعمل لي حاجة رغم المسكن برضو. هنا ماما كانت بتحاول تزرع كزبرة اللي هي في الاخر هتبقى خضرة تقريبا، تقريبا هتبقى كده. فانا بقول لها ده هيحصل ازاي، قالت لي ايه هتتعمل وهبقى ايه وهبقى افكرك هي ايه. قالت اي حاجة، المهم إنها في الاخر هتطلع يعني. تمام، وهتبللها بس المية كده لان هما كانوا هيجوا هيروا الارض كل ده. قالت هتطلع، ولما تطلع تبقيش تاكلي منها. قلت لها ما بحبهاش في السلطه اصلا، ما بحبهاش في اي حاجه. وصلت لحد هنا، حطوا لايك يا مسكرين. وكان طبعا يومنا الجميل قرب يخلص، وراجعين لبيتنا تاني عشان الراجل المحترم عايز التوك توك، رغم ان هو واخد فلوس بس كان عايز التوك توك بتاعه. جماعة قولولي ايه رأيكم لما بتروحوا مكان جديد او تغيير جو، يعني تنبسطوا ولا بيبقى عادي، ولا بتنبسطوا قوي قوي، ولا بيبقى اللي هو تغيير جو خلاص مش فارق، ولا ايه؟ انا عن نفسي بصراحة كنت مبسوطة جدا، ما كنتش عايزة امشي. مش عارفة ده ليه، بس انا حقيقي كنت مبسوطة لدرجة ما تتوصفش. مين بقى يبقى عنده قطر كده زي عندنا؟ بصوا الجزء اللي فوق ده هيبقى فيه قطر، فانتوا قولولي يبقى عندكم قطر زي عندنا ولا لا، ولا انا الواحد اللي يبقى عندي قطر وهغيظكم بقى اقول لكم انا عندي قطر. انا عايزه اشوف بس انا مش هشوف. بيقولوا على لو جالك مكالمه على ما تطلع تليفونك وترد عليها تكون معرفش وصلت فين كده، اللي هو هيبقى سريع جدا 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 يعني. قولولي انتوا بتتابعوني منين، من محافظه ايه ولا بلد ايه ولا كل ده. عن الهدوء وقت الغروب، الشمس شكلها تحفه 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 حقيقي. ربنا يا رب ما يحرمنا من كل النعم اللي في حياتنا دي، اللهم امين. وانا كفرحه ربنا يا رب ما يحرمني من عيلتي ولا بابا ولا ماما ولا اخواتي، يا رب يا رب يا رب ادعولنا كتير نفضل متجمعين كده وبخير دايما. هنا بقى قررنا ان احنا واحنا راجعين هنرجع صحراوي مش هنرجع زراعي، والحمد لله كنا مرعوبين. ماما عماله تقول لي بابا لا
لا ولا ان شاء الله خير، مش عارفه ايه. الحمد لله وصلنا بالسلامه. بس بالنسبه لي انا كان عندي تروما من الصحراوي، بس من وقت ما رحت الكليه بقى عادي. هنا بقى قررنا لقد عدت الى وطني وبلدي الحبيب الغاليه بنت الغوالي. ماشي. كنا خلاص هنا كده وصلنا النوبريه و وبس. اليوم خلص على خير، كنا مبسوطين الحمد لله، واليوم انتهى نهاية سعيدة. يا رب يا رب نرجع تاني قريب. بابا بيقول لنا ايه رأيكم نروح، كان بيقول لنا يوم الثلاث تقريبا، فلقينا كلنا قال انتوا عندكم كبت ولا ايه في حياتكم؟ لو اكتر واحدة بقى كانت مصممة بسملة. بجد بجد الله يعين جميع طلاب الثانوية العامة. البت يعني بتكلم في نفسها من كتر الضغط اللي هي فيه، حقيقي والله ربنا يعينهم. من كام يوم بقول لها بصي هقولك ايه، انا شايفه ان انتي مضغوطه ضغطه ثانويه عامه، وانا اختك الكبيره وحبيت ارفه عنك ومش عارفه ايه. قالت لي جايبه لي ايه؟ اديتها شوكولاته. بعد ما اكلتها قالت لي شوكولاته بس، ماشي شكرا. اللي هو امال اجيب لك ايه يما؟ اجيب لك ايه؟ اجيب لك جمل؟ والله ما يغلى عليكم، بس ما فيش فلوس. وهنا بقى بابا كان بيجيب لنا حاجة انا مش هقول لكم عليها دلوقتي، خمنوا هنا كده، خمنوا بس قدامكم كام ثانية كده وهتعرفوا في باقي الفيديو يعني. خمنوا، ها خمنتوا صح ولا غلط؟ هو سوبر ماركت بس بيجيبها شكلي خد كحل ساح ده. والله كنت رسمة مع العين بالكحل الابيض. المهم واحنا راجعين بابا جاب لنا حاجة حلوة. ماشي تعالوا اسمه ايس كريم او جيلاتي. لنا ايس كريم ده باللوتس. حلو. يا رب ما يكون جايب لوتس تاني. ليه انا ما بحبوش. هو تقريبا بابا فكره ما خدش باله، فكره شوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كله لوتس. دي فراوله. دي تقريبا بتاعت رنا دي. ودي برضو لا دي مش فراوله. وريني كده. دي فراولة ودي فراولة. دي فراوله ودي فراوله اهي. معالي ماشي. وبس كده. اليوم ياخد المعلقة، واليوم ياخد 1,000,000/10. حقيقي والله العظيم اليوم تحفة تحفة تحفة. بس شكرا على اليوم الجميل ده. يا رب الفيديو يعجبكم، حطوا لايكات وكومنتات كتير كتير كتير. اشوفكم دايما على خير.